إخواني أخواتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. القرار ديال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء هو القرار السنوي من طبيعة الحال. خرج أشنو اللي جاب؟ غادي نشوفوا كذلك كيفاش غيتصرف المغرب مع الهجوم اللي تعرضت ليه مدينة السمارة، بالخصوص من بعد الاعتراف الضمني ديال جبهة البوليساريو على مسؤوليتها على هذا الهجوم. تابعوا الفيديو حتى الاخير ومرحبا بالناس اللي انضموا جداد. شكرا بزاف على الدعم على التشجيع ديالكم. ما تنساوش لايك الفيديو، البارطاج توصل المعلومه لاكبر عدد ممكن من الناس، وكذلك الاشتراك في القناه بالنسبه للناس اللي كيشوفونا لاول مره. دائما كان شهر اكتوبر شهر مفصلي في قضيه الصحراء المغربيه، لان فيه فين كيتعلن على القرار النهائي ديال مجلس الامن حول الصحراء المغربيه. القرار ديال هذه السنه كيفما كان منتظرا من الناحيه يعني الاولى، هو انه كسابقيه مدد البعثه ديال المينورسو في المنطقه لمده عام واحد اخر، اي الى نهايه شهر اكتوبر من عام 2024. وهكا كان كيمشي من قديم الزمان، كيمدد البعثه ديال المينورسو سنه بسنه. ولكن هاد السنه جاب حاجه اللي هي جديده، هو انه صنف، يعني مجلس الامن صنف الجزائر على أنها طرف رئيسي في هذا النزاع، وليست فقط طرف مراقب لهذا النزاع. هذا الشيء من طبيعة الحال أكدته ولا تأكد في البلاغ ديال وزارة الشؤون الخارجية المغربية. نشوفوا هذا الخبر الإخوان. أولا نشوفوا هذا الخبر هو الأول اللي كيأكد الشيء اللي تكلمنا عليه من طبيعة الحال. مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة إلى غاية ما تم أكتوبر 2024، وذلك بموجب القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، الذي صوتت لصالحه 13 دولة مقابل امتناع دولتين عن التصويت. واعتبرت المملكة المغربية في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا 6 مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، ما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل. أي أن مجلس الأمن مدد البعثات ديال المينورسو ولا تواجد البعثة ديال المينورسو في الصحراء لسنة واحدة أخرى. هذا من جهة في قرار يعني الرقم ديالو 2703 واللي صوتت ليه 13 دولة مقابل امتناع دولتين. ولكن من جهة واحدة أخرى في هذا القرار هذا ذكرت الجزائر 6 ديال المرات، اللي هو نفس عدد المرات اللي تذكر فيها المغرب. هذا اش كيعني حسب وزارة الخارجية المغربية؟ وهو كيعني على أنه الجزائر هي طرف رئيسي في هذا النزاع، وليست طرف محايد كما تدعي أو لا طرف مراقب لهذا النزاع. يعني هذه واحد الحاجة اللي المغرب كان كيسعى دائما أنه يوضحها للرأي العام الدولي ويوضحها للمجتمع الدولي، أن الجزائر راها ليست مراقب، بل هي يعني الطرف رئيسي في هذا النزاع، وخصها حتى هي تجلس للطاولة المستديرة يعني باش يقلبوا على حل لهذا النزاع، كما جاء يعني في البلاغ ديال وزارة الخارجية والتعاون المغربي، اللي كتقول على أن خاص كاع اللي يعني الأطراف اللي مسؤولين على هذا النزاع يتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية والقانونية. وكيقصد هنا يعني من طبيعة الحال الجزائر حتى هي باش تلقى حل لهذا النزاع في أقرب وقت ممكن. وهذا الشيء هذا تأتى المغرب، يعني داك الشيء اللي كان باغي أن المجتمع الدولي يعني في متمثلا في مجلس الأمن يوصل لهذه القناعة، وصل لها اليوم، لأن مجلس الأمن الدولي كما قلنا في القرار ديالو النهائي ذكر الجزائر في هذا القرار 6 ديال المرات، نفس عدد المرات اللي ذكر فيه المغرب، أي أنها ليست بطرف محايد، يعني راها طرف رئيسي في هذا النزاع. من جهة أخرى الإخوان، كيفاش غادي يتصرف المغرب مع الهجوم اللي تعرضت ليه مدينة السمارة
من بعد من طبيعة الحال ما يسالي التحقيق وتبان الوقائع على حقيقتها، وبالخصوص من بعد ما اعترفت جبهة البوليساريو ضمنيا بمسؤوليتها على هذا الهجوم. خليونا مع هذا الاعتراف. أولا، اعترف ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة بمسؤولية الحركة المدعومة من الجزائر تجاه استهداف مناطق مدنية في مدينة السمارة، قائلا إن الجبهة انخرطت في حرب مع المملكة منذ تحرير معبر القرقارات سنة 2020. وأورد ممثل الجبهة أن عمر هلال في كلمته في بلاغ قواتنا الذي استهدف مدينة السمارة، وهذا الأمر هو نتيجة حرب نخوضها والتي تستهدف بالأساس أي منطقة بها تواجد عسكري مغربي. وردا على جواب وجود ضحايا مدنيين، قال المتحدث إن ذلك سمعناه في وسائل إعلام مغربية، وفي هذا الصدد نشير إلى أن المغرب أيضا يستهدف عبر الدرونات ما سماه بمواطنين صحراويين. هذا الممثل ديال جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة اللي كيقول هذا الكلام، واللي كيعلن على المسؤولية ديال الجبهة الانفصالية على الهجوم اللي وقع في مدينة السمارة المغربية، من خلال أو كيبرر هذا الشيء هذا بأنهم يعني الجبهة الانفصالية داخلة في حرب مع المغرب منذ أن حرر معبر القرقارات سنة 2020. المغرب هنا الإخوان، وهذا هو لب الموضوع اللي بغينا نهضروا عليه، كيفاش غادي يتصرف من بعد من طبيعة الحال ما يسالي التحقيق وتبان الحقائق على يعني على حقيقتها كيف ما كنقولوا رغم هذا الاعتراف. حاجة واحدة جد مستبعدة، وهادشي غادي نقول لكم دابا استنتجته من واحد ماشي واحد ولكن العديد ديال التحليلات اللي عطاوها ولا اللي قالوها الخبراء الأمنيين. المغرب باش يدخل في صراع مسلح فقط بسبب هذا الهجوم هذا أمر مستبعد. علاش؟ خصنا نعرفوا الإخوان على أن المغرب جنى مكاسب كثيرة في السنوات الأخيرة على الصحراء المغربية، وأصلا هذا الشيء هذا هو اللي مجعر الجبهة الانفصالية لهذه الدرجة. هذا من جهة. وكيعرف كذلك المغرب على أنه هذه المكاسب هذه ما خصوش يضيعها في آخر لحظة بسبب مناورات ومناوشات بحال هذه، لأن مناورات ومناوشات بحال هذه لاش دارت لأن الجبهة الانفصالية ما قدراتش توصل من خلف الجدار إلى المناطق العسكرية المغربية، فمشات للحلقة الأضعف اللي هي من داخل التراب المغربي ويقصدوا المدنيين. هذه حاجة أخرى. كذلك المغرب يعي تماما أن بالنسبة للأمم المتحدة منطقة الصحراء لا زالت منطقة متنازع عليها إلى حدود اليوم، رغم أن المغرب عنده الدعم ديال أكثر من 100 دولة وأكثر من 30 منها حاليا قنصليات في الصحراء، يعني أكثر من 100 دولة اللي معترفة بمغربية الصحراء أو لا داعمة المقترح المغربي للحكم الذاتي. ولكن في نظر الأمم المتحدة هذيك المنطقة ما زالت متنازع عليها، ولهذا بقى فيها البعثة الأممية اللي هي البعثة ديال المينورسو. وهذه حاجة أخرى. وثالثا المغرب يستبعد أو لا مستبعد أنه يدخل في نزاع مسلح اليوم مع الجبهة الانفصالية، كذلك لأنه غادي يضيع أو لا ما غاديش يخدم مصلحته هذا النزاع هذا في المجتمع الدولي، يعني أمام القوانين الدولية، ما عدا إلى تمادات الجبهة الانفصالية في هذه المناوشات ديالها وزادت على الحد. المغرب راه صريح في هادشي، راه أي واحد يمس يعني التراب المغربي قصد أنه يعني يخربوا ولا كذا، راه الرد غادي يكون حازم، ولكن في احترام المواثيق الدولية، لأن قلنا المغرب ربح بزاف ديال الحوايج في السنين الأخيرة ما غاديش يضيعها على حساب حاجة اللي كتعتبر
نسميوها يعني مناوشات، ماشي مناوشات، ما عرفتش كيفاش نسميها. الغرض منها هو التشويش، الغرض منها هو التشويش. كما قلنا في حالة إلا تمادات الجبهة الانفصالية، هنا غادي يكون كلام واحد آخر. هذا الشيء اللي كيقولوا المحللين والخبراء الأمنيين، وهذا الشيء استقيته من خلال 3 ولا 4 ديال الأخبار اللي كيتحدثوا فيها محللين وخبراء أمنيين على كيفاش غادي يكون الرد المغربي على هذا الشيء. أولا المغرب غادي يتسنى التحقيق، يسالي باش يعرف الحقائق والوقائع اشنو اللي وقع. هذه اولا. في حال ثبوت 100% جبهه البوليساريو على هذا الشيء هذا، انا ذاك غادي يتجه المغرب للقانون الدولي، لان المغرب هنا راه حاط الجبهه الانفصاليه في واحد الموقف محرج جدا، لان رغم هذه المناوشات راه المغرب ما كيتحركش عسكريا، يعني ما كيردش عسكريا، اي انه كيوجه للمنتظم الدولي واحد الرساله: انا ملتزم باتفاق وقف اطلاق النار اللي وقعته. وهنا البوليساريو من نضاق عليها الخناق وعرفات نهايتها قربات، بدات كدير مناوشات بحال هذه باش تجر المغرب النزاع مسلح اللي يزعزع الاستقرار. ومني غيتزعزع الاستقرار انا ذاك يعني غادي نمشيو لتوقيع ربما اتفاقيات جديده، والمغرب ما بقاش كيفصلوا على النصر الكبير وهو الاعتراف الدولي المباشر بمغربيه الصحراء، ما بقاش كيفصلوا عليه بزاف. فلاش غادي يضيع كاع هاد المكاسب في مقابل يعني تشويش بحال هذا. كما قلنا في حالة الا تمادات الجبهة الانفصالية غادي يكون كلام آخر. فهاد الشيء اللي كيقولوا يعني المحللين والخبراء في الموضوع، أنا فقط نقلته لكم. نتمنى أن يعني الأخبار توصل لكم بشكل صحيح، ولا المعلومات توصل لكم بشكل صحيح، وتبقوا على خير حتى الفيديو الجاي إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.